مهارات وتطبيقات عملية إضافة إلى محاضرات توعوية تلامس مختلف جوانب الحياة، ترسخ مفاهيم التطوع والعمل بروح الفريق، نفذتها كوكبة من الشباب الأردني ممن انخرطوا في مبادرة حقق، والذين زارهم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مخيم فرسان مبادرة حقق من الأفواج السبعة في قرية التحديات في غابة منتزه غمدان، حيث اطلع سموه على النشاطات التي نفذها مجموعة من فرسان حقق بهدف تعزيز القيم القيادية التي تنهض عليها المبادرة. وأظهر فرسان حقق من الشباب والشابات في أدائهم وتفاعلهم خلال تمرين تجاوز العقبات والعثرات والإنزال التي أدوها أمام سمو ولي العهد قيم ترسيخ الثقة بالنفس والعمل بروح الفريق لديهم. وشارك سموه بإنزال أحد فرسان المبادرة من برج التدريب، الأمر الذي منح دفعة معنوية لجميع المشاركين في التمرين. وقدم عدد من فرسان حقق عروضا تمثل تطبيقا عمليا للقيم التي تنهض عليها حقق والمرتبطة بالتوافق والصدق والمثابرة والتصميم والتعلم من التجارب وتحمل المسؤولية. وشاهد سموه داخل ورشة انترنت الأشياء والتواصل الاجتماعي التفاعل المميز بين الشباب من خلال أدوات التواصل الاجتماعي المباشر وتعاملهم مع قضايا التوعية الانتخابية ونشر قيم مبادرة حقق على المستوى المحلي ومن ثم الإقليمي، فضلا عن تعميم ثقافة التطوع. وكان فرسان حقق الذين عكس أدائهم وتفاعلهم مستوى التدريب العالي الذي تلقوه داخل المخيم قد حضروا محاضرات عديدة ركزت على رفع الوعي في مجال الإنترنت الأشياء ليكونوا شركاء في صناعة المستقبل وليسوا مجرد متلقين للمعلومات. كما تفقد سموه خلال الزيارة محطة تعرض لمجموعة من الأعمال التطوعية التي قام بها منتسبو مبادرة حقق، وأظهرت تبنيهم لمبدأ العمل التطوعي حتى بعد تخرجهم من المبادرة، وهو ما ظهر من خلال استمرارهم في إطلاق مبادرات تطوعية على مستوى المملكة والتلاحم بين الشباب من مختلف المحافظات. وتوجه سمو ولي العهد بعد استماعه لعدد من قادة فرسان حقق إلى شرح عن الفعاليات التدريبية التي نفذوها وقصص النجاح التي حققوها إلى الساحة الرئيسية للمخيم، حيث اصطف المشاركون وأدوا أمام سموه قسم وتحية المبادرة. اقسموا بالذي رفع السماوات، اقسموا بالذي رفع السماوات، لا نحب الأردن للممات، لا نحب الأردن للممات، وحقق نظرة مليكي، وحقق نظرة مليكي، بأن يكون قطعة من الجنات، بأن يكون قطعة من الجنات، وحقق رغبة ولي عهدي، وحقق رغبة ولي عهدي، بأن يكون منبع للخيرات، بأن يكون منبعا للخيرات، حقق. وأثنى سموه في نهاية الزيارة على جهود القائمين على قرية التحديات والمدربين المشاركين في تنفيذ التدريبات لفرسان المبادرة، معربا عن تقديره لما لمسه من حرص من المشاركين على تعلم مهارات جديدة تسهم في صقل شخصياتهم